قبل ما نبدأ الفيديو لازم تعرفي كويس جدا إنك مش آلة ولا متبرمجة على سيستم علشان تمشي صح 100% وما تغلطيش أبدا وتكوني على وجه الكمال، لأن مفيش أصلا حد كامل. تعالي نعرف يعني إيه جلد ذات ونفهم إيه السبب من ورا جلد الذات وإزاي نقدر نطلع من الدايرة دي وكمان نقدر نفسنا ونحبها. يا مساء الورد عليكم. بما انك دوستي على الفيديو ده يبقى انت من الناس اللي محبوسه جوه الدايره دي. انت مالكيش ذنب في اي حاجه، كل حاجه بتحصل مقدره ومكتوبه حتى لو في غلط. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بعقلنا نقدر نتعلم من الغلط ونصحح ونعدل في حياتنا. احنا مش روبوتات، احنا اتخلقنا عشان نغلط ونفهم ونعدل ونصلح. فلازم تكوني فاهمه ان انت انسانه، غلطك جزء من انسانيتك. يعني انت بتغلطي لانك بني ادم، ربنا سبحانه وتعالى خلقك في احسن صورة. فانت ما تجيش على نفسك وتجلديها اصعب الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى لما بنغلط بيكون احن من نفسنا علينا. فانت ربنا قدرك وخلقك وكرمك، تيجي انت تهينيها بكلام ما ينفعش يتقال. عشان ما اطولش عليكي، بس قبل ما نبدأ عشان نعمل دايرة حلوة كده مليانة صحاب زي القمر، اعملي سبسكرايب ولايك وفعلي زر الجرس علشان لما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. يلا عشان نبدأ الفيديو. ناس كتير وانتي واحدة منهم بيدخلوا جوه دايرة جلد الذات من غير ما يحسوا، بيلاقي نفسهم لما يعملوا غلطة صغيرة بيفضلوا يعيدوا ويزيدوا فيها على نفسهم مليون مرة، ويفضلوا معلقين لنفسهم المشنقة ويضربوا نفسهم بالكلام، وتفضلي شايلة ذنبها وكأنك قتلتي حد. تعالي بقى نفهم ايه السبب من ورا ده، او ايه معنى جلد الذات، او ليه انا بجلد نفسي. جلد الذات بيكون له اسباب عميقة جدا جوه البني ادم، يعني اسباب دفينة من جوه منذ النشأة، يعني من تربيتك وانت صغيرة. طريقة التربية بتبدأ معاكي بقى من وانت صغيرة لحد ما تكبري، نتيجتها وتأثيرها بيبان على شخصيتك لما تكبر. هل اللي أنا كنت اتعلمته أو التربية اللي أنا اتربيت عليها ليها تأثير على شخصيتي وحياتي دلوقتي؟ ده شيء أكيد. يعني زي إيه؟ تخيلي معايا إن إحنا حطينا بذرة في الأرض، رويناها واعتنينا بيها وحطينا لها السمات بتاعتها والغذاء بتاعها، هتطلع إيه؟ هتطلع بصحة جيدة وكويسة وإنتاجها كويس، صح؟ تخيلي العكس، حطينا بذرة وما اهتمناش بيها أبدا ولا شربناها ولا أصلا غذيناها ولا أي حاجة، ممكن تطلع وممكن ما تطلعش، وإن طلعت هيكون إنتاجها ضعيف جدا وهتكون في أضعف صورة ممكن. شخصيتك نفس المثال، هي اللي بتحدد طبيعة شخصيتنا لما بنكبر. وأول سبب من أسباب جلد الذات التربية القاسية. واحنا صغيرين دايما بنسمع انت غلط، انت فاشل، ما ينفعش كده، اللي انت عملته ده غلط. دايما بتحس ان اي غلطة هي كارثة، ان هي دي ما ينفعش تحصل، الغلط بيساوي مصيبة. فطول الوقت حاسين بالذنب، طول الوقت حاسين ان احنا بنغلط وبنرتكب غلط كبير. عقلنا بيتبرمج على النظام ده، فمن غير ما نحس نلاقي نفسنا لما نكبر احنا اللي بدأنا نمسك العصاية لنفسنا عشان نكمل المسيرة بتاعت التربية. يعني بدل ما كنا احنا اللي بيتلام علينا الأول، دلوقتي احنا اللي بنغلط نفسنا وبنلوم على نفسنا، احنا اللي بقينا ماسكين لنفسنا العصاية. ده أول سبب. تاني سبب هو الشعور الدفين بعدم الاستحقاق، يعني شعور عميق جدا بان انا مستحقش عشان انا مش كفاية. ناس كتير جدا بيكون جواهم من غير ما يحسوا في اي انجاز بيعملوه او اي حاجة او اي تقدم في حياتهم او حتى شكلهم، في اسلوبهم، في كلامهم، في شخصيتهم، انهم دايما مش كفاية، ان اللي انا فيه ده مش كفاية. مهما كنت ناجح، مهما كنت شخص مهم، مهما كنت ليا مركز وقيمة، برضه مش كفاية. مهما كان مستواي التعليمي برضه مش كفاية، ايا كان برضه مش كفاية. وده بسبب برضه انهم لما كانوا صغيرين مهما يعملوا، مهما يقدموا، مهما يجيبوا درجات او مهما ينجحوا او مهما يعملوا اي حاجة كويسة، برضه ده مش كفاية. احنا بنقابل ده بان في احسن، في احسن من كده، برضه مش حلو، في احسن من كده، لازم تجيب احسن من كده. فغصب عنه لما يكبر
بيحس انه مهما عمل هو حاسس ان هو مش كفاية، مهما نجح، مهما حقق تارجت، مهما كان وصل لوظيفة مستواها ايه، برضه مش كفاية. فده بيكون شعور عميق جدا جوانا بسبب التربية الغلط، انك دايما لما كنت صغير مهما تعمل كان بيقولك مش كفاية، قدم اكتر، لازم تكون احسن. علشان كده لما كبرت وبقيت احسن تحسس انك برضه مش كفاية. وتالت سبب بيخليكي تجلدي نفسك هو الخوف من تكرار الاخطاء. في ناس فاكرين انهم لما يجلدوا نفسهم مش هيكرروا نفس الغلطة، بل بالعكس، انت لما بتجلدي نفسك بتكتفي عقلك وبتأيديه، بتعطليه ان هو يتعلم حاجة او يقارن او يتعلم او يعرف الصح من الغلط. لما تكوني دايما خايفة من الغلط عمرك ما هتدخلي التجربة عشان تغلطي وتتعلمي، هتكوني مقيدة عقلك وبرضه هتغلطي. لكن الفكرة بقى والفرق ان بدل ما كنت هتغلطي وتتعلمي، لا هنا غلطتي ومتأيدة مش قادرة تشوف الصح من الغلط. رابع غلطة بتكون سبب أساسي في جلد النفس وهي الكمال الذاتي أو المثالية. أكتر ناس بتجلد نفسها هم اللي شايفين اللي كل حاجة لازم تحصل صح 100%، أي حاجة أقل من كده تعتبر فاشلة، يعني 90% ما تنفعش، لازم 100%. إن الكمال وهم، المثالية وهم، مفيش حد كامل. طول ما انت بتسعي للمثالية هتفضلي تعبانة، بتعاني انك تستمري وتكملي. 90 حلو 80 حلوة برضه. خامس حاجة سبب أساسي في جلد نفسك وهي انك تشوفي نفسك بنضارة سوداء، يعني ما تشوفيش غير العيوب اللي جواكي. النضارة السوداء دي مش هتخليكي شايفة غير نقط سوداء بس، مش هتدوري في نفسك غير على العيوب، والعيوب مش هتخليكي قادرة تشوفي المميزات. يعني هتبقي بص على الجانب الضلمة وسايبة النور، ونسيتي ان البني ادم زي ما في الوحش في الحلو، لكن انتي ما عنديش قادرة تشوفي غير الوحش ولا قادرة تشوفي الحاجات الحلوة اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزك بيها. سادس واهم نقطة بتخليكي تجلدي نفسك وهي التحمل مسؤولية مش بتاعتك. في ناس اتعودت او اتعلمت ان هي تشيل ذنب ناس تانية، اتعودت ان هي تزعل وتشيل هم غيرها او تحاسب على فاتورة مش بتاعتها، تلاقيها دايما شايلة هم وحد زعلان، حد غضبان، حد متضايق. ودي بتكون مشكلة في علم النفس اسمها تحميل الذات ما لا تحتمل وتحمل الذات ما لا تحتمل. انك تعطلي نفسك بوضع غيرك او تشيلي نفسك فاتورة مش بتاعتك، ده في حد ذاته اكبر سبب يخليكي قاعدة تجلدي في نفسك وتهيني نفسك بذنب مش ذنبك اصلا. طيب عرفنا الاسباب، تعالوا بقى ناخد نفسنا كده ونقعد قاعدة صح مع نفسنا، قاعدة جد بكل ما فيها، وتاخدي قرار عن اقتناع تام وقناعة ذاتية كاملة، وتجيبي ورقة وقلم وتعالي كده اكتبي ورايا وخدي عهد على نفسك ان من النهاردة هطلع من الدايرة دي، من النهاردة هبطل اجلد في نفسي وهين نفسي. تعالى اقولك هتطلعي من الدايرة دي ازاي. اول خطوة، راقبي صوتك الداخلي. كل ما تسمعي نفسك او تسمعي شيطانك بيقولك انا وحشة، انا غبية، انا السبب، ردي على نفسك وردي عليه، ان عقلك بيصدق اي حاجة بتقوليها له. تردي عليه بصوت عالي تقولي له الصوت اللي جوايا ده مش صوتي انا، ده صوت الماضي، ده صوت الاذى والاسى اللي تربينا عليه. الوعي هو اول خطوة في العلاج، تكوني عارفة ان الصوت ده ملوش اي علاقة بيا دلوقتي ولا له علاقة بشخصيتي دلوقتي، فانك تكوني واعية قوي باللي بيدور جواكي، دي بتكون اول خطوة في العلاج. تاني خطوة، بدلي اللوم بالفهم. يعني بدل ما تقولي انا فاشلة قولي انا غلطت وبتعلم، انا غلطت وهتعلم. ودي حاجة اسمها الرحمة الذاتية، انك تكوني رحيمة على نفسك. ربنا سبحانه وتعالى رحيم علينا، احنا بنغلط وبيرحمنا وبيغفر لنا، احنا مش هنكون رحمين على نفسنا؟ فانك تغلطي ده كويس جدا عشان تتعلمي. تالت خطوة، اكتبي اخطائك وكأنك بتكتبي درس اتعلمتيه مش عقاب ليكي. انت غلطتي اكتبي انا غلطت في ايه وغلطت ليه وتعلمت منه ايه، وايه الحاجة اللي انا عملتها صح في نفس الموقف. انك تبرمجي عقلك على الكتابة وعلى كتابة اخطائك وكتابة النتيجة اللي جات من وراء اخطائك واللي انت اتعلمتيه،
فانت هنا بتنقلي عقلك من الهجوم للفهم، تنقليه من النقد للتفهم والتقبل والتعلم. رابع خطوة، اتعاملي مع نفسك زي ما بتتعاملي مع حد بتحبي. اسألي نفسك كده، لو صديقة أو لو صاحبتك غلطت معاكي نفس الغلطة، أكيد مش هتهنيها، لا انت هتقعدي تسمعي وتفهمي. انت بقى مستقطرة على نفسك، اقعدي مع نفسك. غلطتي، افهمي سبب الغلط، اسمعي كويس قوي وقدري وافهمي واطلعي من غلطك بنتيجة ليكي مش عليكي. خامس خطوة، علمي عقلك ان الغلط جزء من انسانيتك، انتي مش روبوت بسيستم. الغلط مش دليل انك وحشة، الغلط دليل انك انسانة بتغلطي، مش متبرمجة على نظام. سادس خطوة، قللي توقعاتك عن نفسك. مفيش انسان كامل، الكمال وهم، واجهاد النفس للكمال يعتبر اكبر سبب من اسباب جلد الذات. انك دايما عايزة تحطيها فوق فوق. اصلا مفيش حد كامل، ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حد ولا يخلق حد كامل. انك تدوري على الكمال ودايما طالباه من نفسك عمرك ما هتلاقيه، وهتفضلي محبوسة جوه الدايرة دي. ابعدي عن المثالية والكمال، خليكي على طبيعتك. سابع خطوة، اعرفي قيمتك بعيدا عن الانجازات. قيمتك الحقيقية، تمام، مش قيمتك الاجتماعية. قيمتك الحقيقية مش في نجاحك ولا إنجازاتك ولا في فلوسك ولا في أي ممتلكات حواليكي، كلها ثانوية ملهاش لازمة. قيمتك الحقيقية فيكي انتي، قيمتك انك إنسانة، ربنا سبحانه وتعالى ميزك بصفات دونا عن غيرك. صنع ربنا سبحانه وتعالى، إنسانة بروحك بطيبتك بصفاتك أيا كانت وبشخصيتك بكل ما فيكي، فقيمتك في اللي جواكي. اوعي تقارني نفسك بحد، اوعي تحطي نفسك في مقارنة بين شخصية ده وشخصية ده وشخصية ده. انتي اتميزتي بصفات غيرهم، انتي مش شايفة الصفات اللي جواكي ولا شايفة الميزة اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها فيكي. انتي بس حاطة نظرك او صبة نظرك على اللي عند الناس. بس لو جربتي تدوري جوا نفسك هتحبي اللي جواكي اكتر ما هتحبي اللي عند غيرك. عدلي نظرك، وجهي نظرك ليكي، دوري جوا نفسك، اعرفي قيمة نفسك كويس، افهمي شخصيتك. لما تفهميها هتقدري قيمتها. فمختصر الخطوة دي، قيمتك فيكي انتي مش في اي حاجة حواليكي. تامن خطوة، اعملي حدود مع الناس اللي بيلوموكي زيادة عن اللزوم، الناس اللي بيحاسبوكي على اي حاجة، الناس اللي لازم دايما تكوني معاهم بتعتذري او موضع اتهام او لوم او عتاب او اي حاجة، تجنبيهم احسن. الناس دي دايما هتلاقيهم بيحملوكي فاتورة اي حاجة بتحصل او شيلوكي اي حاجة بتحصل. انت السبب، انت اللي المفروض تشيلي مصايب الكل، انت اللي المفروض تجمعي الزبالة بتاعت الكل، انت اللي متلامة في كل حاجة. لا، حطي حدود، قولي كفاية، انا مش هحاسب الا على فاتورتي انا بس، انا ماليش دعوة بغلط غيري، انا مش سفنجة همتص غلط الكل ولا غضب الكل، انا مش هحاسب غير على فاتورتي بس. ولازم الامر اقطعي علاقتك بالناس دي. ودي بقى اهم خطوة هتطلعك بره دايرة جلد الذات، لانك مش هتكوني دايما مجبرة انك تعتذري لحد ولا تبرري لحد ولا تدفعي تمن غلطة مش غلطتك. تعالوا بقى للجزء الاهم والاحسن واحلى جزء. احنا عدينا من الصعب، دخلنا في الحلو، وعرفنا هنتعامل ازاي مع نفسنا عشان نطلع بره الدايرة دي. تعالي بقى اقولك ازاي تطلعي بره الدايرة دي وتحوليها من دايرة مأساة وجلد لدايرة تقدير وعزة وثقة. تعالي اقولك ازاي تقدري نفسك وتزودي الثقة فيها. يلا بسرعة. استني، انت عملتي لايك؟ عملتي لايك؟ عملتي اشتراك؟ لو ما عملتيش مش هكمل. اعملي اشتراك وفعلي الجرس ودوسي لايك. اجري اعملي اشتراك على اول حاجة. بدل ما تسألي نفسك انا غلطت ازاي وليه وما ينفعش، لا، اسأليها انا اتعلمت ايه، اللي انا مريت بيه كله اتعلمت منه ايه. وده بيحول الغلط لخبرة، والخبرة بتتحول لثقة. انت لما تكوني عديتي ببلاوي كتير وغلطات كتير، طبيعي هتكوني من كل غلطة من دول جمعتي معلومة، جمعتي حاجة مهمة استفدتي بيها. فالحاجة دي
تتحول لخبرة عندك وإفادة كبيرة، والخبرة تتحول جواكي لثقة في نفسك، إنك شخص عدى بمقاسي كتير وتعلم كتير وبقى عنده خبرة في حاجات كتير ومجالات كتير، ومن هنا ثقتك في نفسك بتزيد. يعني أنا اتسحولت في 500 حوار، بصوا حرفيا اتمرمنت، عارفين زي الليمبي ما بيقولك أنا اتعملت زي الزعافة اللي كانوا بيشيلوا بها العنكبوت. اكتسبت من كل تجربة من دي خبرة، والخبرة ادتني ثقة في نفسي أكتر، خلتني إن دخلت في أي حاجة في الدنيا أنا عارفة إن أنا هخرج منها إزاي. تاني خطوة، اعترفي بنجاحك حتى لو صغير. أنا لسه قايلة عززي السلوك الحلو والسلوك الصح علشان نفسك تحس بالقيمة فتكرره أكتر وتزود منه أكتر. يعني كل ما تحس إن انتي مبسوطة وبتعززي ده ومبسوطة منه قوي، هي لواعي منك من غير ما تحسي، كل ده بيحصل لواعي. يا جماعة مخنا بيصدق أي حاجة بنقولها، انت لو قلت له انت فاشل هيصدق ان هو فاشل، حتى لو انتي مش كده هو هيبدأ في التجربة اللي بعد كده هيبان ان هو فاشل. لكن لو قلت له انت شخص ناجح، شخص طموح، شخص شاطر، حتى لو هو مش كده هيتبرمج على كده، هيصدق يبدأ يشتغل. فانت تعززي الحلو علشان تلاقي نفسك بتعمليه قدام، تبرزي الحلو وتشكري في الحلو اللي جواكي وتقولي كويس قوي انت شاطرة انك عملتي كذا، هتزود منه بعد كده، هتعمل منه اكتر. تالت خطوة، اعملي ميزان يومي قبل ما تنامي، امسكي نفسك كده بكل لين ولطف ورقة. انا عملت ايه النهاردة؟ اتعملت 3 حاجات حلوين وعملت حاجات غلط، الغلط ده انا اتعلمت منه ايه؟ غلط عادي. طيب الغلط اللي انا غلطته ده بقى اتعلمت منه ايه؟ ده بقى بيعيد برمجة عقلك، بيخليه من العقل السلبي والعقل الضحية لا للعقل الإيجابي، العقل المنجز، العقل المطور اللي بيستفاد من كل تجربة مر منها. بدل ما تكوني سلبية كوني إيجابية. أنا اتمرمطت علشان أقدر قيمة المرمطة وأتعلم منها عشان أقدر أحافظ على اللي معايا، مش العكس. في ناس لما بتمر بظروف صعبة بتلاقي نفسها حاسة إن الدنيا العالم كله كل منها حتة. لا، الحياة زي ما فيها صعب فيها حلو فيها سهل. بالعكس أنا بحب الصعب لأني دايما بشوف فيه إن في حاجة ليها قيمة. أنا ما بحبش السهل أبدا. الصعب اللي مريتي بيه ما جالكيش كده عبس، لا جالك عشان يقولك رسالة معينة، فانت تبقي شاطرة لو فهمتيها. رابع خطوة، كوني ممتنة لكل حاجة فيكي. الامتنان للنفس يا جماعة هو الدواء، هو الشفاء حرفيا. تمتني لكل حاجة حواليكي، للنعم اللي ربنا اداهالك، للمميزات اللي ربنا ميزك بيها، تمتني ليكي ولشخصيتك، لكل حاجة عديتي بيها كوني ممتنة ليها. ايه المانع من انك كل يوم تقولي لنفسك انا بقدرك كويس جدا لانك حاولتي وما استسلمتيش، انا بحترم نفسي لانها بتقاوم رغم التعب، انا فخورة بيكي لانك مكملة، انك مهما كنتي في ضعفك برضه مكملة. كل يوم اقعدي معاها اشكريها لانها مكملة معاكي رغم التعب والألم اللي جواها، هي برضه مكملة ومستمرة. كل يوم اشكريها على استمرارها معاكي، اوعي تقسي عليها لان مفيش حد تاني ابقالك، هي دي اللي ليكي، وعقلك هيصدق كل حاجة هتقوليها. فانك تقوليها انا بقدرك وبحترمك هتقدريها وتحترميها. خامس حاجة بقى ودي انا بقدمها لك لانها حرفيا عمري ما عملتها الا وتفرق معايا، وهي دلعي نفسك. مش لازم حاجة غالية ولا حاجة فخمة تقدميها لها، ممكن خروجة حلوة، أكلة هي بتحبها، اعتبري نفسك حد عزيز عليكي فحابة تقدمي له هدية، أكلة، خروجة، عزومة، تقعدوا مع بعض وتنفردوا مع بعض كده مع كوباية قهوة في مكان هادي على البحر. اعتبري نفسك صديق، صاحبي نفسك. أنا دايما لما بحس بضغط إرهاق شديد جدا وضغط نفسي لأبعد الحدود، عمري ما حسيت بالراحة لمجرد إني موجودة في وسط ناس وخرجت فبقول إن أنا عايزة أغير جو، بخرج مع ناس، عمري ما حسيت إن في فرق، عمري ما حسيت إن ده فرق ليا أو فرق جوايا أو خفف عني الضغط. بخلاف خالص لما أخد نفسي وأطلع في مكان هادي لوحدي مع كوباية قهوة على البحر أو في مكان هادي محدش يتكلم معايا، وأقعد معاها ونسرح مع بعض.
مش نقعد نلوم في بعض وكأننا اتنين بيتخانقوا، لأ، اقعد معاها اقول لها انا عارفة انك جدع، انا عارفة انك شاطرة، انا عارفة انك قد المسؤولية، انا عارفة ان كل ده انتي قادرة تعدي منه، بس اهدي كده، روقي، روقي، ورانا مسؤوليات كتير، اجمدي، مش شوية الهبل دول اللي هيتعبوكي وهيعطلوكي ولا هيقعدوكي ولا اللي هيجيبوكي ورا. انتي اقوى من كده، وانتي احسن من كده، وانتي اجمد من كده. انا عمري ما حسيت براحة ولا طاقة الا لما اقعد مع نفسي ونقعد نتناقش سوا ونراجع كل ده واحفزها بشوية كلام حلوين، ارجع عندي طاقة اكمل الدايرة اللي انا عايشة فيها. اوعي تملي من القعدة مع نفسك زي ما بتمليش من القعدة مع صحابك والكلام معاهم، اتكلمي مع نفسك. جربي مرة، جربي مرة بس، خدي نفسك، مش لازم مع أي حد، مش لازم عشان أخرج مع نفسي أو أخرج أدلع نفسي لازم أخد أي حد يبقى معايا، لأ، خدي انتي واطلعي اقعدي في مكان هادي لوحدك مع كوباية قهوة واستراحوا مع بعض. رجعي كده قولي لها مالكيش دعوة بالماضي، احنا هنبدأ صفحة جديدة مع بعض، سيب اللي احنا اتربينا عليه والأسى اللي شفناه كل ده ارمي، صفحة جديدة مفيهاش جلد ذات، صفحة ما فيهاش احتكار ليكي، صفحة ما بحاسبكيش على الغلط اللي انت عملتيه، صفحة ما فيش فيها أي تقليل ولا أي حاجة بتقولي لنفسك فيها لسه ما ينفعش تكوني كده، لازم تكوني أحسن، صفحة ما فيش فيها مثالية زيادة، صفحة ما فيش فيها كمال، صفحة ما فيش فيها حاجة مطلوب منك تعمليها، صفحة جديدة انت حابة تقدمي فيها تقدير، ثقة، واحترام، فخر بنفسك. انت مش مطلوب منك حاجة خالص انك تعمليها، انت مطلوب منك انك تحبيها. ربنا سبحانه وتعالى خلقها جميلة بكل ما فيها، لازم تحبيها لانها تستاهل انها تتحب. باي. استني، اعملي اشتراك ولايك وفعل الجرس.